كثرت الأسئلة عن ضحية بالتقسيط. قال لك يا شيخنا في ضحية بقسطوها، بجوز ولا ما بجوز؟ إذا اعتبرنا أن الأضحية سلعة تجوز، لكن الأضحية أجل من كونها سلعة، وهي مرتبطة بالسعة والقدرة. لكن مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يضحي، لم يترك الأضحية سنة واحدة، بل أمره أبو بردة هاني بن نيار أن يعيد الأضحية دل على الوجوب، بل حديثه من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هو الناس بيضحوا، لكنها الضحية نسك ولا عشان الشفع؟ يوم العيد ما يتطهموا ويتلفتوا، مبررات يقولها الناس. عشان كده زول ممكن يمشي يتدين ويكسر رقبته ويمشي يجيب أضحية بالتقسيط، هذه لا تجزي، لأن المطلوب السعة، وأنت تريد أن تفر من الذنب ومن نظر المجتمع. أما من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن من مصلانا. في واحد في النص، هذا الذي في الوسط يريد أن يضحي لله حقيقة، ويريد أن يعظم شعائر الله بإراقة الدم الحلال، ولكنه قد لا يملك الآن، ولكن يستطيع بالتقسيط أن يدفع. هذا يجوز له أن يشتري الأضحية إذا صحح من نيته هذه ولو بالتقسيط.